بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نفرجيكم طريقة عمل الرنجة. طبعا الرنجة له سمك خاص، هذا هو السمك. طبعا احنا بنقطع راسه وبننظف احشائه وبنغسله وبنصفيه. شوف، ولازم نصفيه وما نخليش فيه اثر مي، وبس بعدين كمان حنشفه بمحارم وهنفرجيكم الطريقة كيف. طبعا هلا احنا بعد ما صفيناه من المي السمك هذا، حاليا بدنا ننشفه بالمحارم من فوق ومن جوا. لازم ما يضل فيه اي اثر للمي بالمرة، مشان لما نحط فيه ملح الملح يسحب باقي المي اللي جواته ويكون جاهز. شايفين كيف؟ لازم ما يضل فيه اي اثر للمي. طبعا حاليا هلا بدنا نحط الملح بنحط بالارضية تحتيهن، بنحط شوية ملح تحتيهن، ولازم نحط الملح جواتن بطريقة لا تبخل فيها، يعني ملح. شايفين كيف؟ ملح. وبس نخلص من تمليح من جوا حاطين احنا هيك، لازم نغطيهن تغطية كاملة بالملح ما يبين لهن اثر. وهسه حنفرجيكم كيف حيكون المغطيات كاملة. طبعا هي نحن ملحناها بطريقة كاملة، غطيناها بتغطية كاملة، ولازم ينحفظن بالملح لمدة 24 ساعة. ولما تغطين تغطية كاملة بالملح بتحطن في الثلاجة لحتى موعد استخدامهن وغسلهن عشان تعليقهن وتدفى التدخين. شايفين هيك؟ هاي بعد ما خليناه 24 ساعة في الملح، حاليا بدنا ننظفه من الملح ونتكه مشان نجهزه للتدخين. طبعا بنتكه بعدين بنغسله، وبعد ما تكيناه من الملح بنغسله بالمي، مش كتير، شوية بس هيك، ونخليه حتى يتصافى. شايفين؟ هاي بعد ما غسلناه نحط لهم حتى يتصافوا تقريبا من ربع ساعة حتى يتصافوا من المي على الأخير. وبس يتصافوا بنفرجيكم شو بدنا نساوي فيهن كمان شو. بس خلصنا تصفيتهن نقعناهن بمي حلوة. طبعا بدك تنقعهن لمدة ساعة، وإن شاء الله بعد ساعة بنصفيهن مرة ثانية ونبلش نشتغل فيهن مرة ثانية. هاي احنا بعد ما نشفناهن ربطناهن بشناير مشان التعليق بالطريقة هاي. طبعا الشنكة لازم يكون فايت بالعظمة. شايفين كيف؟ بالعظمة مشان ما تقع في حال انها استوت على الاخير. حاليا صار مجهزات، صفى بس انه ندهن بشوية زيت ونعلقهن، وحنفرجيكم كيف التعليق. طبعا هلا بنجيب زيت زيتون وبندهن بالفرشاية، لازم يندهن مليح مليح. شايفين كيف؟ ويفضل انك تركب الشنكل قبل ما تدهن زيت زيتون عشان اسهل لك للتركيب، يعني اذا كنت حاط زيتون بصير يتزحلق من ايدك. وبس نخلص ان شاء الله من دهن الزيت. شايفين كيف؟ لازم السمكة كلها تندهن من جوا ومن برا، تندهن زيت مليح، زيت زيتون مو زيت قلي. شايفين كيف؟ هلا مباشرة ان شاء الله بنروح على الفرن الخاص اللي حنفرجيكم كيف آليته بتكون الفرن تبع الرنجة. طبعا هذا برميل، شايفين كيف؟ برميل مندي، كنا نستخدم المندي وجربنا فيه الرنجة زبطت، فحنجرب لكم طريقة جديدة هسه. طبعا أول شي بتحطوا نشارة الخشب، وكل فوق واحدة بنحط شو؟ تعيت بيض هذه عشان تسمح للهواء يفوت لما نحط الأمور كلياتها. طبعا بنحط خشب، نشارة تحت خشب، وفوق كمان بنحط كمان نشارة خشب فوق. شايفين كيف؟ نشارة خشب تحت البيض، تحت كرتونة البيض، ونشارة خشب فوق كرتونة البيض. يفضل يكونوا متباعدات شوي عن بعض مشان الدخنة أو الدخان يطلع من كل الجوانب على كل السمك اللي بدك تحطه. طبعا هاي برميل المندي نفسه بنستخدمه لما نعمل رنجة. شايفين آليته كيف؟ مخزق من الجناب كلها عشان تسمح للهواء. احنا بنحط نشارة الخشب من تحت، وبنحط فوقيها تعيت بيض، هاي كرتونة البيض، وكمان فوقيها بنحط نشارة خشب مشان تسمح للهواء. وبنوزع، بكون هاي ثلاث مناطق او 4 مناطق على حسب المساحة اللي بدكم اياها. في افران بتكون مربعة، وفي بتكون مستطيلة اللي بدكم اياه. احنا طبعا جربناها بتاع المندي طلع معنا تمام تمام. طبعا جهزنا الشبك اللي بدنا نحطه تحت القفص. هذا الشبك حيكون هيك. هذا الشبك حيسمح في حال وقعت سمكة يجي على الشبك، والعلاقة اللي حتتعلق فيها ها هي العلاقة. صفى احنا ان شاء الله هلا حنفرجيكم كيف بندخن النار بالجمر، وكيف نحط شو السمك على علاقة.
طبعا هاي احنا الفحم عم نجهز الفحم، ولازم يكون الفحم مستوي على الاخير من كل الجهات ولا نقطة سودا فيها عشان ما تنطفيش بسرعة. هاي الجمرات قرب يستوين على الاخير يجهزن، يصيرن كلياتهن حمرا حمرا، ما فيش يكون فيها ولا نقطة سواد. ان شاء الله بس يجهزن 100%، حنروح على الخطوة النهائية ان شاء الله. في البرميل ندخل الانشارة الخشب ونعلق السمكات، ان شاء الله ربنا يكون فيهن العافية للجميع. هاي الجمرات بدنا نحطهن الان، ولازم نتأكد انه يصير يدخنن. اذا ما دخنن يكون لسه في مشكلة عندنا. هاي بلاش يطلع الدخن، شايفين كيف؟ هاي الدخنة، هاي الجمرات. وهلا بدنا نشوف نعلق السمك. طبعا بنحط الشبك، بنحط المنصب. هلا بنعلق السمك. هاي السمك، هاي كل واحدة إلها مكانها، شوفوا كيف. هاي طول ما في دخنة معناته تركيبنا صح. هاي السمكات منظرها المغري، وإن شاء الله لما يستوي يكون كمان بشهن. هاي هيك كمان بنغطيهن. هاي التغطاية شايفين كيف، وبنكمرها البطانية. نخلي بس نخلي بس شايفين هون كم ثقب هيك بس عشان الهواء يفوت، مش أكتر من هيك. لكن من الجهة الثانية تكون مسكرة كمان، كلها مسكر. تكملة هاي. طبعا هاي بعد ما كمرناه المدة من ساعة لساعة وربع، يعني بعدين بتتفقدوا. اتوقع من ساعة لساعة وربع، هي ساعة وربع بكون ماكسيموم، بكون مستوي 100% ان شاء الله. وان شاء الله بس يستوي 100% بفرجيكم كيف بيطلع اللون الذهبي تبع الحلو هيك النحاسي، ايش مرتب. هلا احنا بدنا نشيل الغطا. مضت ساعة وربع على عملية التدخين. حاليا حنشوف، خليكم معنا. خلينا عم تطلع، معناته ان شاء الله الجمر اموره بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا كيف السمك صار لونه اللون المطلوب النحاسي هياته، هيك صار جاهز 100%. هذا بسموه سمك الرنجة. وأهلا وسهلا فيكم، وصحتين وعافية. طبعا المرحلة الأخيرة بعد ما بخرناها وكل شيء، هلا بنلفها بالقصدير ونحفظها بالفريزر لوقت استخدامها. طبعا ممكن تستخدمها انت بنفس الوقت، يعني اذا حبيت تاكلها على السريع بتاكلها، اذا حبيت تفرزها ليومين ثلاثة لاسبوع مش مشكلة. بالاخير هي جاهزة للاكل ومحفوظة، وبأي وقت بتحب تاكلها بتستخدمها. هاي فتحنا واحدة من هنا بدنا نجربها، وهاي عليها رشة ليمون، بدنا نحطها بالفرن واستمتع يا صديقي، استمتع بالطعم. وهلا بنحطها بالفرن وعلى نار هادية، نستنى عليها على مهلنا، نستنى 5 دقايق بالتمام، بعدين تستمتع بالطعم الطيب.